هو ايه اخرة التفكير اللي انت عايش فيه ده؟ عقلك شغال طول الوقت ودماغك مش بتفصل او بتقف، وفي متاهة من التفكير ملهاش اخر. ملفات مفتوحة وما بتتقفلش حتى وانت نايم. حتى وانت نايم عقلك شغال ومش قادر توقفه من كتر الزحمة اللي فيه. ما بتفكرش بس في اللي حصل، لكن كمان بتفكر في اللي ما حصلش وفي اللي مستحيل يحصل. وشايفك كل يوم على سريرك وانت بتلف في دماغك من التفكير، زي الطير اللي وقع في برطمان ومش لاقي مخرج. فحرام عليك نفسك وكفاية تفكير. بتفكر في كل حاجة من 10 زوايا وبتعمل لها 10 سيناريوهات، ودماغك بقت عاملة زي المتصفح اللي فاتح 50 صفحة ومش عارف يركز في أي حاجة. ومهما كانت المشاكل اللي بتمر بيها فاوعى تستسلم لدوامة التفكير. فيوسف ما استسلمش لدوامة التفكير في السجن، على الرغم من ان السجن مكان قاتل للتفكير. ما قعدش يسأل انا ليه اخواتي ظلموني وعاملوني بالشكل ده. رحم نفسه من التفكير اللي كان ممكن حد غيره يقضي عمره كله وهو غرقان فيه، وهو بيسأل هم ليه عملوا فيا كده.